أوهو، انفجار جديد يهز عالم برنامج قسم ونصيب. اليوم عندنا تطورات صادمة ستغير قواعد اللعبة. نعم يا سادة، الوضع انفجر والحدود انكسرت. مشاهدينا، الخلافات اشتعلت، التحالفات انهارت، طرف يتهم وطرف ينفي وثالث يكشف المستور. لكن السؤال الأكبر، من يكذب ومن يقول الحقيقة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. من برأيكم على حق؟ هل كان التصرف مقبولا؟ وماذا تتوقعون في المستقبل القريب؟ دقيقة هدرت معاها غاديروا ميوت. وي قلت لك انا هدرت معاها، قالت لي انا ما قصدتش زعما هي ما كتبغيش، حيت انا ما شفتهم كيفاش كانوا مع بعضياتهم فاش كنا هنايا مجموعين كاملين. قالت لي انا قصدت زعما حيت كنشوفو زعما بلي هو كاعي وداير هكا. قلت لها لا، ولكن هما فاش الطريقه باش انت جاوبتي انا كاع سمعت وانا ما كنتش بحال كنتي واش قول لي لا بالعكس انا علاش صافي فاش انا بقيت كنكتب ليها واش قول لي بالعكس انا زعما ما نقدرش حتى واحد فيهم ما يقدر يدخل يشوف قلب الاخر. قالت لي وداكشي راه باين، يعني باين انه راه بصح بينات باش انت جاوبتي انا كاع سمعت وانا ما كنتش بحال كنتي واش قول لي لا بالعكس انا علاش صافي فاش انا بقيت كنكتب ليها واش قول لي بالعكس انا زعما ما نقدرش حتى واحد فيهم ما يقدر يدخل يشوف قلب الاخر. قالت لي وداكشي راه باين، يعني باين انه راه بصح بينات. انا ما عرفتش شكون هي هدرت مليح. ما عرفتش انا شكون اللي حتى كي هدرت ماما كي هدرت مليح ايناس. هي من بعد قالت باللي ايمان دقيقه خليني نهضر. قالت باللي ايمان انسانه مليحه، شفناها في الحلقات هايله، شفناها في دارنا هايله، يعني ما شفنا منها ولا مليح. هي دائما ايمان اخت ايمن، معناها اوتوماتيكمون حتكون مع ايمن، واللي حبها ايمن هي تحبها. الا ايمن في النهاية، إذا أعجبكم الفيديو ضعوا لايك واشتركوا في القناة، ولا تنسوا تفعيل الجرس